السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تصلوا على النبي، واللي لسه مشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان نوصله كل جديد احنا بنعمله. وحبايبي اللي مشتركين ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه عشان نوصل لأكبر عدد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض أكلة جديدة وسهلة جدا. هنعمل مع بعض شرايح اللحمة بالبصل بطريقة سهلة جدا وزي المشوية بالظبط بتتبيلة جميلة وسهلة ومكوناتها موجودة في كل بيت. هنجيب مع بعض أول حاجة 3 بصلات ونعملهم شرايح زي ما شفتوا معانا في الفيديو، او البصل على حسب كمية اللحمة اللي موجودة معاكي، ممكن تزودي او تقللي. انا هنا هعمل 3 بصلات على نص كيلو لحمة شرايح. بعد ما خرطت البصل بتاعي شرايح كده زي ما انتوا شايفين، هننزل بالتتبيلة بتاعته ملح وفلفل وكمون وبصل بودر وثوم بودر وبابريكا، ومعانا قرن فلفل واحد وطماطمتين، وبنقطعهم برضو شرايح وبننزلهم على البصل، وبنسيب الخضار بتاعنا يتبل كده بالبهارات بتاعته عشان يبقى طعمه حلو في الخلطة بتاعتنا. بعد كده بنبدأ نجيب اللحمة بتاعتنا الشرايح زي ما انتوا شايفين كده، وبنجيب الكيسة بتاعتنا وبنحطها فيها وبالمدق بتاع اللحمة ونبدأ نفك اللحمة من بعضها كده، نفردها شوية علشان لما نيجي نحطها في السمن ما تكشش معانا وتبقى واخدة حجم كبير زي ما هي اهي. لو ما عندكيش المدق بتاع اللحمة ممكن بإيد الهون زي انا ما بعمل كده، نحط شريحة اللحمة ونحط عليها طبقة الكيس ونبدأ ندققها شوية كده لحد ما نفرد شريحة اللحمة معانا كويس. بنعمل الكمية بتاعتنا كلها بالطريقة دي اهي كده. احنا خلصنا اللحمة. بعد كده بقى بنيجي على البوتاجاز ونجيب طاسة وفيها معلقتين سمن وبنسخنهم كويس على النار عشان اللحمة اول ما تنزل تاخد الصدمة معانا اهي. ما ينفعش السمن يكون بارد. شايفين اللحمة كشت حاجة بسيطة معانا عشان طبعا احنا دقناها كويس، وبنسيب اللحمة بتاعتنا لحد ما تاخد وش احمر من تحت، وبنبدأ نقلبها لحد ما تحمر معانا تاخد اللون الذهبي كده زي المشوية بالظبط. كده بدأنا قلبناها، بنرش عليها شوية كمون وفلفل بساط جدا او شوية فلفل اسود بس، وننزل معاها بورقتين لوري وحبهان ونسيبها تاخد الصدمة وتحمر كده اهو زي الستيك بالظبط، تاخد لون الشوي كده معانا. وبننزل بباقي الكمية بتاعتنا نعملها كلها كده بنفس الطريقة. شايفين اللون بتاعها دهبي ازاي وجميل يا جماعة اهي. ده عشان لما نحطها في الخلطة بتاعتنا تبقى اللحمة واخدة لون ذهبي وكويس. بعد كده بقى بننزل بالخضار بتاعنا اللي احنا متبلينه في مكان الطاسة مكان اللحمة بالسمن بتاعنا. ممكن نضيف شوية زيت على الخضار او معلقة سمن كمان زي ما انتوا حابين، زيت او سمنة، بس السمنة بيدي طعم احسن في الخضار واللحم احسن من الزيت. ونبدأ نشوح الخضار بتاعتنا كده مكان البهارات والسمن بتاع اللحمة، ده بياخد الخضار طعم اللحمة برضو. بعد ما شوحنا الخضار مكان السمن نبدأ بقى يعني بنشوحه لمدة دقيقة كده او دقيقتين يا دوب الخضار بس يتبل معانا. بعد كده بنبدأ نضيف اللحم بتاعنا كده ونرصه فوق الخضار ونغطيه بطبقة رقيقة من الخضار ونغطي عليه ونسيبه على نار هادية لمدة نص ساعة او ساعة في الفرن بتاعتنا. ده كانت النتيجة بتاعتنا. طبعا بنعمله مع رز بشعرية. شايفين الخضار بقى عامل ازاي، استوى خالص وعمل صوص معانا زي ما انتوا شايفين، ونزل كل المية بتاعته مع اللحمة شربت منه. طبعا لو اللحمة جامدة معاكي ممكن تضيفي نص كوباية مية.
باي.